السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. هنعمل النهاردة بقى أكلة شعبية يا حبيبة الملايين. هنعمل طاجن الكوارع بطريقة سهلة وبسيطة، وبتوع يع وبع بقى والكلام ده يركنوا كده بقى على جنب. وتعالوا بقى يا اللي بتفهموا في الأكل انتوا، نشوف عملنا طاجن الكوارع القمر ده ازاي. بس قبل بقى ما ندخل ونشوف طريقتنا، الأول كده زي ما احنا متعودين بنسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفضلا وليس أمرا، اللي لسه داخل وشايف قناتي المتواضعة يشترك ويفعل زر الجرس ويشير الفيديو لأكبر عدد ممكن عشان غيرك يستفيد. ويلا ندخل نشوف طريقتنا والكوارع القمر دي. طبعا علشان اجيب الكوارع انا بوصي منها، يعني بوصي عليها من قبلها بيوم، بحيث انها تجيلي حاجه كويسه وحاجه نظيفه يعني. تمام، بوصي قبلها بيوم بتجيلي تاني يوم كويسه. بس لازم اي حاجه بحطها في محلول نقع. تمام كده، ده ميه وملح وليمون ودقيق. وبروح سايباها بقى ايه، افضل ادعك فيها كده شويه حلوين كده. والدقيق ده بيشيل الزفاره، والليمون طبعا انتوا عارفين انه بيشيل الزفاره. بعصر قيمة ايه، ليمونتين تلاتة زي ما انت عايزة بقى. بس ما تحطيش خل، انا مش بحط في الزفر والحاجات دي خل بصراحة، مش ما بحبوش يعني. تمام. وبجيب بقى كمان ورق لورا. ورق اللورا دون بيخلي ريحة الزفارة برضو ما يكونش فيها، ويبقى ليها ريق حلو هي بتتسلق كمان يعني. وهركنها قيمة ايه، ساعة بالمحلول اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. انا كنت عامله في اليوم ده برضو ممبار. كان جايب لي شويه حاجات كده. انا الممبار ده برضو حطاه في محلول، لا عامله لكم بيه فيديو مخصوص تنظيفه ازاي وطريقته ازاي برضو. بس خلينا دلوقتي في الكوارع. الاول اهو زي ما انتم شايفين انا جبت ايه، قعدتها قيمه ساعه. وبعد ايه الساعه كده ايه، هاجي بقى واشطفها قدامكم. شوف بص بيضه ازاي، قشطه 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 خالص يعني. تمام كده. طبعا انا قعدتها بالمحلول اللي احنا عملناه مع بعضنا دون قيمه ساعه كده. وعلى فكره انت لو حطيته كمان طماطمايه برضك في قلب في المحلول دون. الطماطمايه دي على فكره، بس انا نسيتها والله. الطماطمايه دي برضو بتشيل الزفاره برضو، خلي بالكم يعني. تمام كده يا حبايبي. انا هو شلت بقى وانا هشطفها بقى وايه من المحلول اللي احنا عملناه. فطبعا انا وانا بشطفها فرحت ايه، شلت بقى الحاجات اللي احنا ايه، الورق اللورا والليمون والحاجات دي كلها هشيلها بقى على جنب كده علشان ايه، اشطفها شطفة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما اديتها غسلة واتنين، انا بوريكم المية شوفوا نازلة منها عاملة ازاي، وبوريكم بصوا عاملة ازاي. يعني بصوا نضيفة نظافة، ولا اللي يعني ولا اللي غسلها بربصه. اهو بصوا، بصوا ميتها عامله ازاي. وعايزه اقول لكم ملهاش ريحه زفاره وطعمها بقى يعني حاجه تانية خالص بقى. طبعا انا بديها كام غسله. ده اسمه الحوفر، انا بوريكم بقول لكم ده اسمه الحوفر. في ناس بتقسمه بس انا بحطه كده يعني. في ناس بتقسمه بس انا ما بقسموش يعني. ودي لما بعمل طاجن الكوارع بروح ايه، بعد ما تتسلق وكده بروح ايه مقطعها حتت صغيره كده، دي بحطها في قلب الطاجن. طاجن الكوارع الكوارع بالورق العنب. دي انا اهو زي ما انتوا شايفين انا خلصتها اهو. ودي محتوياتي جزر طماطم بصل ورق لورا، بتاع دون حبهان وفلفل اسمر. وتعالوا بقى على الايه، على الحله كده بقى عشان نسلق. اول حاجه هنسلقها. تمام، دي حله الضغط. سبت الميه لما غليت خالص زي ما انتوا شايفين كده وسقطتها. انا لما باجي اسقط يعني بحط الحاجه بتاعتي اللي هتتعمل في ميه مغليه. يعني بعمل ايه، بقول الله واحد اتنين تلاتة. وبعد كده مش بعد يعني، مش من انا اللي بعد، لا. انا دي حاجة فيا، الله واحد اتنين تلاتة بس. سنة كده عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وسقطت الكوارع بتاعتي اهو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وحطيت برضك المحتويات بتاعتها، الجزر والورق اللورا وال والطماطم. طبعا ان هي لما بتيجي تغلي كده بتطلع ريم. انت ايه، واحده واحده كده بتروحي شايله الريم من عليها حبه حبه كده يعني. تمام كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. في ناس بتجيب منديل وتروح حاطه. والله انا جربت الطريقه دي مش هكدب عليك، المنديل سقط مني تحت.
وما بقتش عارفه اطلع الريم ولا اطلع المنديل، فما بقتش اعمل الطريقه دي تاني. يعني افتكاسات النت دي يعني ساعات ما بتصلحش يعني، واكترها يعني ما بتصلحش، خلي بالكم. زي ما انتوا شايفين اهو، انا بحاول ان انا اطلع الايه، اديتها غلوه الاول كده، وبعد كده هحط بقى محتوياتي اهي. حطيت الطماطم والبصل والجزر، وهحط بقى التوابل دلوقتي كمان بقى قدامكم، الفلفل الاسمر والورق اللورا والايه والحبهان. تمام كده. هسيبها بقى تاخد ايه، تاخد وتدي كده بشكل ودي مع بعض. عملت شوربه اهو، وزيوتها ابتدت تطلع اهو زي ما انتوا شايفين. ما تحطيش ملح خالص، احنا بنحط معلقه سكر. معلقه السكر دي بتزود من نسبه، بتزود يعني بتخليها تستوي بسرعه. وكان زمان بيجيبوا، عارفه انتوا، نواه البلح. نواه البلح ده برضو لما بتحطيه في شوربه الكوارع او اي حاجه عايزاها تستوي بسرعه، بتستوي بسرعه برضو. تعالوا بقى نعمل ايه الصلصه اللي هنعمل. انا سبتها كده تستلق بقى. هنعمل الصلصه بقى اللي هنعمل بيها الطاجن. تمام. اللي هي زي الصلصه اللي هي الطماطم بقى. جبت قطعه زبده حلوه كده، وتوم على كزبره على بهاراتي، بس اساسي فيها الكزبره. تمام. وسيحتها زي ما انتوا شايفين كده اهون. وهفضل ايه اقلب فيها بقى زي ما انتوا شايفين كده، بحيث اني التوم بالكزبره ايه يعني يدي لون كده، يتحمر معايا. تمام كده يا روح قلبي. مش عايزه تفكي ليه دي. هفضل اقلب فيها كده بقى لغايه ما تديني لون. ويلا بقى انت لغايه دلوقتي اتفرجتي، ولغايه دلوقتي ما حطيتيش اللايك الحلو بتاعك. ويلا حطي اللايك الحلو بتاعك، عشان اللايك الحلو بتاعك ده بيساعد في انتشار الفيديو. وودي الفيديو لاي حد انت بتحبيه طبعا، علشان يعمل الطريقه دي. وديها لبنتك، لصاحبتك، لاختك، علشان برضو يشوفوا طريقتنا. وبتوع يا وبقى بقى والكلام ده، ما انتوا بتعرفوش تاكلوا والله يا جماعه. انتوا كده ما بتعرفوش تاكلوا. اللي بيعرف ياكل العكاوي، الكوارع، الممبار، لحمه الراس، الحاجات دي. اعرف كده، اللي بياكل الحاجات دي اكيل. غير كده لا، ما يعرفش حاجه في الاكل ده. جبت بقى ايه، خلينا بقى في الفيديو بقى. المهم ايه, اتحمرت اهي معايا، وحطيت حبه خل صغننه قوي. تمام. وبعد كده رحت حاطه الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، وخليتها بقى ايه هتتسبك يعني تقعد على النار كده وتعمل طبقه من تحمر قوي، تستوي الطماطم، تستوي قوي. تمام كده. هحط بقى التوابل بتاعتي. واحده اي توابل عندك يا حبيبتي، انا ما بحكمكيش. واحده مرقه دجاج. ومش عايزه تحطي مرقه دجاج، في ناس بتخاف منها شويه، ما تحطهاش. هو طبيعي مش هتبقى محتاجه يعني، بس بتعلي من تستها شويه. تمام كده. وهقلب كل كلامك الجميل ده، وانا مش محتاجه اي حاجه يعني، حاجه سهله وبسيطه جدا يعني. الصلصه بتاعت الكوارع. تمام. سلقت الكوارع، يا خراشي على الجمال والقمر واللذاذه والطعامه بقى، مش قادره اقول لكم يعني. تمام. يلا بقى ندخل هنشوف هنعمل ايه في الطاجين بتاعنا. جبت طاجن كده حلو كده، زي ما انتوا جبت كام قطعه كده، ورحت حطاها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، مستويه. ده كمان كده هيكمل سواها، كمان كده هتستوي كمان. جبت الصلصه القمر بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض بقى، وهنحطها على الكوارع زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. واحده واحده كده. هتروحي حاطه صلصه الكوارع، وهتروح جايبه بقى الشوربه. من الشوربه ذات نفسها، ما تحطيش شوربه كتير، عشان الشوربه بتخلي الصلصه ما تبقاش حمرا. تمام. ما تحطيش شوربه كتير يعني، بتديها ريق بس كده، ما تحطيش كتير. وتروح حطها بقى في الفرن. هروح انا مغلفاها الاول، بس انا ما غلفتهاش قدامكم هنا، هي اصلا كده كده مستويه. فتروحي بقى حطها في الفرن قيمه نص ساعه، نص ساعه بس كده، ياخد من نكد ده وياخد من نكد ده. وقات كان انا عايزه اقول لكم ان الشوربه انا بعملها لاولادي مجات. شوربه الكوارع بالذات بعملها لاولادي مجات. ودي فته كده انا عملتها كده، بس ما صورتها لكوش. انا وريتكم بس الفينش النهائي بتاعها.
حطيت عليها الرز زي ما انتوا شايفين، وايه وبزينها لكم بقى بخليها لكم بقى ايه بشكل كده يفتح النفس يعني، او زي ما انتوا شايفين كده. وحطيت عليها بقى عايزه اقول لكم كانت اكله، هي دي اكله العصب، اسمها انا مسميها اكله العصب بجد بقى. ويلا يا حبيبه قلبي، لو كنت وصلتي معايا لغايه هنا، يلا قومي اعملي لاولادك، يلا الاول وصي عليها لانها هتجيلك من قبلها بيوم، وصي عليها وهاتي كوارع واغسليها واعمليها بنفس الطريقه اللي انا عملتها. وبحبكم في الله كتير قوي قوي قوي، وكل سنه وانتم طيبين ومع الكوارع واكلين، وباي احلى متابعين.